السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم ملوخية. أيوة، ملوخية ناشفة مش خضرة، بتتجاب من عند العطار. واللي ما تعرفش تعملها بتتعمل ازاي، ايه اللي بيترمى، إيه اللي بيتخلى، ايه اللي بيستنى يعني. واحنا بنعمله الملوخية تتفرجوا عليه لغاية النهاية، لان هو فعلا الملوخية ليها سر صنعة. وبيبقى عشان طعمها يطلع حلو كده، ويطلع بص ولا تقيلة ولا خفيفة ولا أكنها فعلا خضرة، والريحة قلب الدنيا والله. وهتعجب أول مرة تشوفوني. أنا أمل بحب المطبخ، عملت قناة للطبخ والحلويات. متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس، ويلا بينا على الطريقة دي. 8 كيلو ملوخية ناشفة، من عند أي عطار. إن شاء الله يعني بإذن الله التمن ده يعمل 2 طبختين. وهنشوف. انا كنت بصراحه يعني مش بعرف، لما كنت بجيبها مش بعرف ارمي ايه اخلي ايه. لكن دلوقتي بصراحه بقيت يعني شطوره، لان انا سالت وعرفت ايه اللي ارميه وايه اللي اخليه. دلوقتي هنشوف احنا نرمي ايه ونخلي ايه، وتطلع فعلا طعمها حلو قوي قوي، زي الملوخيه الخضراء. منخل عادي خالص، هفضي فيه كده التمن الملوخيه الناشفه، وهنخله. طبعا اللي بينزل ده تراب وحاجات، هو ده اللي فيها ما شاء الله هي نضيفه كده. اللي بيتبقى ده اللي بيترمى، ده بيبقى فيه تراب وحاجات زي كده، احنا ايه مش عايزينها. نيجي لتاني مرحله، مصفى عاديه جدا، بس تكون الخرم بتاعها ولا واسع ولا ضيق. هنفضي كده من المنخل، هنفضل برضو ننخل كده بالمصفى، لان اللي بينزل ده هو ده الملوخيه. يبقى لما عملنا بالمنخل اللي نزل ده احنا رميناه لانه كله تراب، لكن لما عملنا بالمصفى اللي نزل ده هي دي الملوخيه. بصوا هي دي كده نضيفه. وبصوا اي عطار يعني طالما عرفنا بتتعمل ازاي مش هيهمنا بقى. عندي هنا شوربه فراخ. اللي عندها شوربه فراخ، شوربه لحمه، اللي ما عندهاش شوربه ممكن نحط مكعبين مرقه. هي سهله وطعمها بيبقى حلو، وحقيقي هتغنيكي، وزي الخضره وممكن تكون احلى. على فكره الشوربه دي انا كنت حاطه فيها بصل وورق لورا، فعشان كده هي متحدقه. احنا هنزود التحديقه بتاعتها، هنحط مكعب مرق الدجاج، هنفتفته كده. طبعا هي بتغلي لان كانت سخنه، انا حوطش عليها. الملوخيه اهم حاجه في الطعم بتاعها، او احنا الاضافات احنا بنضيفها الكزبره اللي هي المطحونه، الكزبره الناشفه المطحونه. مش هتربى فيها ملح وفلفل، وفيها لو طبعا انت مش محدقاها هتحطي الملح والفلفل. معلش انا قطعت الفيديو لان كان البخار بتاع الشوربه غطى على الكاميرا. دلوقتي عندي برضو معلقه توم مفروم. يبقى احنا ضفنا على الشوربه مكعب مرق الدجاج، ضفنا معلقه كبيره كزبره ناشفه مطحونه، ومعلقه توم مفروم. هنقلب كده. عندي معلقه واحده بس صلصه طماطم فقط لا غير، مش هحط تاني. في الملوخيه الخضراء احنا بنعمل البصله، وبعدين نضيف الملوخيه ونضيف الشوربه شويه بشويه. لا هنا العكس، هنضيف الشوربه وبعدين نضيف الملوخيه. نسيبها تغلي غلوه واحده من الكزبره وعشان الثوم يستوي. هي كده غلت غلوه، مش عايزه اكتر من كده. في الملوخيه الناشفه اهي معلقه شويه بشويه بتتقل، هي مع نفسها كده بتتقل. وعلى فكره الملوخيه الناشفه دي والله لما بتبات طعمها احلى من اول يوم. بصوا دابت كلها، انا عايزاها كده. بصوا التقل ده او التخانه بتاعتها. لو لقيناها لسه يعني صيصه زي ما بيقولوا او لسه خفيفه، هنزود معلقه واحده بس. خد راحتها خالص، نعمل لها الطشه وكله. بصوا التقل بتاعها كل ما بتتقل، لو بصوا ما بتلف والله العظيم، وطعمها ما فرقش خالص. في الطعم ما فرقش بصراحه. معلقه واحده بس سمنه، انا مشغله النار، هسيبها لغايه ما تسيح شويه. هضيف برده معلقه زيت عليها كده،
يبقى معلقه سمنه، معلقه زيت، توم مفروم، معلقه كبيره توم مفروم. اقول لكم ليه انا عامله في حاجه كبيره كده، خد يعني اللون الذهبي الحلو، وتطلع الريحه بتاعت التوم. التوم ريحته تطلع. نزود في التوم كل ما يبقى طعمها احد، برضو على حسب الكميه اللي احنا عاملينها، كل حاجه في المعقول. ده بتدخل كده في اللون. انا كده بقى هزود الكزبره الناشفه المطحونه برضو معلقه كبيره كده. بصوا كده خلاص، شكرا. انا هطفي عليها طشه. التركه دي بتاعت المحلات بيعملوا كده عشان الملوخيه، هتعجبكم، جربوها حقيقي بجد. يعني بعد ما نحط الطشه ونفضيها في حاجه واسعه، نروحوا ايه قافلين عليها. عملت قد ايه ملوخيه، متبقى اكتر من نصها كمان. دي انا ممكن نعمل بيها مره كمان. بصوا يعني الحمد لله. وريتكم كل حاجه، كل التكات وكل الحاجات اللي بتخص الملوخيه الناشفه. اللي انا عملتها يعني طريقه مامتي الله يرحمها، هي اللي كانت بتعملها بالطريقه دي. زي دلوقتي ما ريحتها قلبة الدنيا. بقى في الاطباق كده، بصوا بصوا التخانه بتاعتها. بصوا مش تقيله، اكله حلوه قوي، كلنا بنحبها الملوخيه. بسعر بسيط، من حاجه بسيطه ممكن نكون احنا مش عارفينها او مش بناخد بالنا منها. او يعني انا كنت عارفاها بس بصراحه ما كنتش بعرف اعملها، ما كنتش بعرف ايه اللي يترمى وايه اللي يتخلى لكن طالما عرفت وتعلمتها وفعلا عملتها اكتر من مره، لقيتها والله العظيم طعمها حلو جدا جدا جدا، وهتعجبكم جدا. واتمنى فعلا الفيديو لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير. باي باي.